السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أحمد من قناة الخبير الأندرويدي للشروحات. في هذا الفيديو راح أقدم لكم كيفية عمل الماركت الأمريكي بطريقة سهلة جدا وعلى الأقل يمكن راح تطول عندك 5 دقائق تعمل الماركت الأمريكي. لكن ملاحظة، يعني لا أحد يقول لي هاي الطريقة مو دائمة. طبعا هي الطريقة مو دائمة، فقط بالأوقات اللي أنت تريد تقدر تعملها. والطريقة أعتقد نص الناس يعرفوها، بس حبيت أفيدكم. طبعا هذا الفيديو هو الأول على قناتي الجديدة وهي خبير الأندرويد. طبعا بعد مع عملية قناة جالكسي سيرفيس طبعا أصبح فيها 18 مشترك بس. طبعا مثل راح اقولكم بالصراحة انه اخذوا حسابي، يعني اني من طيبتي اعطيته الواحد، يعني اعطيته هو ما والله ما اعرفه. بس المهم باقوا بالعافية يعني. المهم راح نبدي بالشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو البرنامج اللي نحتاجه، هوت سبوت شيلد وسوق بلاي. طبعا هو سوق بلاي العادي فيديوهات. هذا البرنامج هوت سبوت شيلد طبعا الجميع يعرفوه، الجميع بدون استثناء، واللي ما يعرفوه سأعرفه. المهم راح احط لكم رابطه اسفل الديسكربشن. ندخل على البرنامج، او عفوا اول شي نروح على الضبط. بعد ذلك نروح على مدير التطبيقات، ننزل للأخير نلقى سوق بلاي، ندوس عليه، نسوي له مسح بيانات. بعد ذلك نرجع ونروح نطب على برنامج هوت سبوت شيلد. طبعا يطلع لك هذه واجهة البرنامج. طبعا انا مهكره، وان شاء الله راح احط لكم رابط الهوت سبوت المهكر في اسفل الفيديو. طبعا هنا تقدر تسجل دخولك. طبعا في هذا المكان سجل دخولك للبرنامج. طبعا بعدين تسوي هاي، تضغط هنا فول برودكتين. المهم نضغط عليها يطلع لك هيجي، تدوس له اثق في هذا التطبيق وبعدين موافق. طبعا طريقة سهلة جدا، وان شاء الله راح ابقى انزل شروحات لحد ما تقوى قناتي، وان شاء وتزيد اشتراكاتكم لقناتي، وان شاء الله راح تستفادون مني واستفاد منكم. المهم هسه نطب على متجر بلاي اللي هو سوق بلاي. ننتظر حتى عفوا هذا حساب المسروق، احاول ارجعه، واللي يعرف ان شاء الله خليه يفيدني. تروح على حسابك تدوس موافق. ننتظر شوي حتى يفتح. طبعا الهوت سبوت شيلد المعروف هو في بي ان، يغير الاي بي مال دوتلك، فتصير شوية ضعف في الجهاز. يعني مشغل هسه برنامجين يضعفون الجهاز. يعني هذا البرنامج تصوير، لكن هو خوش برنامج بالتصوير. ان شاء الله راح انزل لكم فيديو عليه. هو هذا الهوت سبوت. المهم بعد ما هاي تطلع لكم هذه الواجهة او هذه الكلام، فندوس قبول. ننتظر قليلا وراح تشوفون انه الماركت اصبح امريكي. مثلا هساني اريد ابحث على فيفا 15
هذا طلع لنا فيلم. المهم يعني تقدر تبحث على اي شي تريده، مثلا فيفا 15 كل شي موجود بالماركت الامريكي، اي شي تريدوه. طبعا انا محولة على الكتب، خلينا نحولها تطبيقات حتى تطلع لنا الفيفا. هذه مثل ما تشوفون هذه الفيفا. طبعا اذا تريد نزل تدوس على تثبيت، طبعا شي معروف وماكو داعي اقوله، فندوس قبول وموافق. المهم هذا هو شرحنا لهذا اليوم، ان شاء الله راح يعجبكم وتزيدون اشتراكاتكم. اخوكم احمد من العراق، مع السلامة، نلقاكم في فيديو جديد.